السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأشكر حضراتكم على اشتراككم عندي في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك إن شاء الله بإذن الله عندي في القناة. طيب النهارده عندنا كلام كتير جدا، عندنا حلقة مهمة جدا جدا، أتمنى من حضراتكم تتابعوني لحد آخر الحلقة. هنتكلم النهارده على النادي الأهلي ومباراته مع النادي المصري ان شاء الله باذن الله. هتكون النهارده الساعه 7 على استاد برج العرب، وبكره ان شاء الله باذن الله مباراه الزمالك ونادي بيراميدز. في البدايه هنبدا بالنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا كل الجماهير زعلانه منه على الموضوع بتاع مباراه اتحاد العاصمه وخسارته كاس السوبر الافريقي. والمباراه كانت مش صعبه، المباراه كانت سهله لفريق اتحاد العاصمه، كان في المتناول بالنسبه للنادي الاهلي. بس النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي كلهم بغض النظر عن اي حد ما كانش في مستواه. حتى المدرب مستر كولر اول مره اشوفه عصبي، واول مره اشوفه تبديلاته مش موفقه. بالنسبه للعيبه كمان ما كانش موفقين. غياب موديتس عن المباراه دي اثر على هجوم النادي الاهلي جدا جدا. وكهربا طبعا بيلعب هو وصلاح محسن من غير تركيز خالص. كهربا بيفكر في الايقاف بتاعه بتاع الست مباريات بتوع الدوري والكاس. طبعا هيرجع من البطوله دي موقوف، طبعا مش هيلعب الست مباريات اللي جايين في الدوري ولا في الكاس. صلاح محسن مستواه لسه ما يلعبش دلوقتي اساسا مع النادي الاهلي، ولا حتى يلعب احتياطي، والكلام ده احنا قلناه. والمستر كولر بعد ما رجع من البطوله دي من السعوديه يعني عنف قوي صلاح محسن وعنف طاهر محمد طاهر، وبيفكر بشكل جدي اللي هو يخرجهم بره القايمه بتاعه النادي الاهلي، حتى من قايمه ال 18 بتوع اي مباراه. نتمنى اللعيبه تركز، نتمنى لهم اللي هم ربنا يوفقهم، لانهم بيلعبوا في نادي كبير مش نادي صغير. ونادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي عامه، ونادي مصنف عالميا. فاتمنى اللعيبه دي تركز شويه ويحمدوا ربنا على النعمه اللي هم فيها، وبيحمدوا ربنا على النادي اللي هم بيلعبوا فيه. في لعيبه كتير جدا تتمنى تعدي من جنب سور النادي الاهلي، مش تخش تلعب جوه. يا رب بس اللعيبه دي تفوق، ونتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التوفيق مع النادي الاهلي، ونتمنى نشوف مستوى كويس يليق بيهم ويليق بالنادي الاهلي. طيب مباراة النادي الاهلي بكره مع المصري وهتكون في برج العرب. احنا عارفين المباريات بتاعه الاهلي والاسماعيلي والاهلي والمصري بتتلعب في برج العرب ذهاب واياب. طيب المباراة جوه بكره صعبة جدا، لان النادي المصري عمل جاب 12 صفقة الموسم ده، قدر يضيفهم في القائمة بتاعته، وجاب علي ماهر مدير فني. واحنا عارفين ان علي ماهر بيجي قدام الاهلي بيقلب جوارديولا، والفرقة بتاعته بتقلب برشلونة قدام النادي الاهلي. لو ما هاجمش بتلاقيه بيلعب بال 11 لعيب ورا، قافل على اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، وقافل الملعب كله من ورا، ويلعب على الهجمه المرتده. اتمنى اللي كولر يكون حافظ لعب علي ماهر ويقدر يتعامل مع المباراه، لان المباراه هي افتتاحيه الدوري العام. فاتمنى الاهلي ان شاء الله باذن الله التوفيق، واتمنى الاهلي يكسب، ومع المكسب نشوف اداء للعيبه، ونشوف اداء من مستر كولر وقصه التبديلات بتاعه المباراه اللي فاتت، ويعوض ان شاء الله باذن الله البطوله دي. ونتمنى ان شاء الله باذن الله الاهلي من اول الدوري يقدر يركب الجدول بتاع الدوري، وان شاء الله باذن الله نتمنى يكون الدوري ال 44 للنادي الاهلي. طيب بكره ان شاء الله باذن الله التوقعات اللي النهارده ان شاء الله باذن الله الماتش الساعه 7، التوقعات بتاعه المباراه النهارده والتشكيل اللي هيبدا ان شاء الله باذن الله. هيبدا الشناوي وياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، ديانج، ومروان عطيه، وبيفاضل هو ما بين الاثنين برضو امام عاشور او قفشه. انا بنسبه كبيره جدا اتوقع اللي هو هيبدا بامام عاشور. احنا عارفين ناس كتير قوي قالوا امام عاشور مصاب وكده، والراجل كان عنده كدمه خفيفه قوي في وش القدم، وان شاء الله باذن الله خلاص اتعالج منها، وان شاء الله باذن الله يكون موجود في المباراه بتاعه النادي المصري بشكل طبيعي جدا جدا جدا. انا اتمنى امام عاشور يلعب، لان ممكن الماتش اللي فات عشان كان اول ماتش ليه فما كانش على قد المستوى، مش هو ده مستوى امام عاشور. نتمنى نشوفه باذن الله بمستواه وبطبيعته في المباريات اللي جايه ان شاء الله باذن الله.
طيب احنا عارفين ان حسين الشحات وصلاح محسن وكهربا موقوفين. حسين الشحات عشان موضوع الشيبي بتاع بيراميدز موقوف مباريتين، وصلاح محسن كان عنده 3 انذارات وهو بيلعب في السيراميكا، طبعا اترحلوا معاه في النادي الاهلي فموقوف بكره في مباراه المصري مش هيلعب. وكهربا موقوف في القصه بتاعت نادي الزمالك 6 مباريات. فان شاء الله باذن الله باذن الله يبدا بكره، وهنتفرج ان شاء الله باذن الله على خامه كويسه جدا جدا. لعيب كبير طبعا احنا مش محتاجين نتكلم عليه لان اتكلمنا عليه كتير وناس كتير اتكلمت عليه، والراجل بسم الله ما شاء الله لعيب مخضرم، لعيب قوي، القياسات بتاعته طلعت كويسه جدا جدا جدا. فنتمنى نشوف راس حربه للنادي الاهلي كويس. بقالنا كتير قوي الاهلي مفتقد قصه راس الحربه السريع دي، فان شاء الله باذن الله الراجل ده يعوضنا عن اللعيبه اللي جات وما توفقتش في المباراه. طيب احنا قلنا اللي حسين الشحات موقوف وصلاح محسن وكهربا، فكده الراجل هيبدا ببيرسي تاو ورضا سليم. ممكن رضا سليم يبدا في الشمال وبيرسي تاو يبدا في اليمين وقدامه موديت. طيب مين بره يبقى على الدكه؟ بره ممكن يقدر يحط مع احمد عبد القادر، احنا عارفين احمد عبد القادر خلاص بقى كويس دلوقتي ويقدر يبدا المباراه. كريستو، وكريستو بنسبه كبيره قوي الراجل بيفكر فيه يشارك في المباريات بدل طاهر محمد طاهر، لان طاهر محمد طاهر الراجل حطت عليه لوم كده وعتب، اللي هو بينزل ما بينفذش التعليمات بتاعت الراجل، و حتى السلام والكوره والكلام ده كله لا لازم يتركن شويه. فالراجل حاطط في دماغه وعامل حسابه اللي هو هيركن طاهر محمد طاهر شويه. طيب غياب طبعا السوليه وندفت ومتولي، دول ان شاء الله باذن الله لسه في التأهيل، ولسه ان شاء الله باذن الله نشوفهم مع مرور المباريات والمباريات القادمه ان شاء الله باذن الله ونشوفهم في مستوى كويس ان شاء الله باذن الله. هيفيدوا لما السوليه يرجع وندفت ومتولي، هيفيدوا جدا 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 الفريق، وهيبقى عندك تبديلات قويه هتقدر تدفع بيهم في المباريات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. طيب الكاف النهارده اجتمع مع مسؤولين النادي الاهلي وابلغهم الجوائز بتاعه الدوري الافريقي اللي هو هيبدا ان شاء الله باذن الله في السعوديه الشهر اللي جاي ان شاء الله باذن الله. المركز الاول هياخد 4 مليون دولار، المركز الثاني هياخد 2 مليون و800 الف، المركز الثالث هياخد 1 مليون و700 الف دولار، والفرق المشاركه كلها هتاخد 900 الف دولار. طيب ده مبلغ كويس جدا هيقدر ينعش الخزنه بتاعت النادي الاهلي، ونتمنى النادي الاهلي يحرز البطوله دي ان شاء الله باذن الله. طب الزمالك ان شاء الله باذن الله بكره يوم الاربعاء عليه عنده مباراه مهمه جدا 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 في بدايه المصري، واحنا عارفين ان نادي الزمالك مزعل جدا جدا الجماهير بتاعته بخسارته من الفريق المغمور الترا سولار 2-0. ما كانتش نتيجه متوقعه جدا، اللي يتفرج على الماتش او حتى اللي سمع على الترا سولار دي كانت المقاولين تقريبا كسبانه 8-1 او 9-1، فاحنا كنا قايلين الزمالك ومتوقعين الزمالك اقل حاجه يجيبها هناك 12. فان شاء الله باذن الله نتمنى للزمالك يراجع حساباته تاني، اللعيبه بتاعته تراجع حساباتهم، لان في انفراجه كبيره جدا من الاستاذ ممدوح عباس، لان احنا عارفين الاستاذ ممدوح عباس كان اجتمع مع مسؤولين واللجنه اللي بتدير نادي الزمالك وابلغهم بكذا حاجه كده اللي هو هيقدر يدفع فلوس كتير لنادي الزمالك. اول حاجه الراجل وعد المسؤولين في نادي الزمالك بدفع 12 مليون جنيه رواتب الشهرين لعمال وموظفين النادي، هيدفع مستحقات المتاخره لاحمد سيد زيزو بالكامل، وديت تقريبا من 10 ل 11 مليون جنيه. هيتواصل مع احمد فتوح لتمديد عقده، وهو هيتكفل بالامور بتاعه الامور الماليه بشان مستحقات اللعيب المتاخره، لان احمد فتوح احنا عارفين اللي هو ليه فلوس متاخره مع الفلوس الجديده اللي هي بتاعه التجديد لو هيجدد لنادي الزمالك. الراجل اتنازل عن القضايا اللي هو كان رافعها كلها على نادي الزمالك، على الحجز بتاعت الارصده اللي هو كان حاجز عليها، هيروح بكره ان شاء الله باذن الله يتنازل عن القواضي دي كلها باذن الله، والزمالك يكون خفت شويه المشاكل بتاعته. الراجل وعد المسؤولين عن في نادي الزمالك اللي هو هيتدخل
برضه لحل ازمات الفرق بتاعه اليد وفرق السله والكلام ده كله، وهيقدر يجيب لعيبه جديده ان شاء الله باذن الله. كمان هيتبرع ب 20 مليون جنيه لسداد مستحقات اللعيبه المتاخره كلها في نادي الزمالك. الفلوس دي كلها لو اتدفعت هتحل مشاكل كتير جدا 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 بالنسبه للعيبه، لان احنا عارفين اللعيبه كتير جدا. يعني المسلوسي اشتكى نادي الزمالك، جزير اشتكى نادي الزمالك، زيزو يعني مش عايزين نقول متمرد على نادي الزمالك، بس هو فعلا ما لعبش وما رضوش يسافر معاهم جيبوتي عشان الفلوس بتاعته المتاخره. احمد فتوح برضه زعلان عشان الفلوس بتاعته المتاخره، واللي محدش اتفتح معاه موضوع التجديد، وهو كان مستني مجلس الاداره الجديد. فان شاء الله باذن الله استاذ ممدوح عباس يحل مشاكل اللعيبه دي كلها باذن الله. المباراه دي كده هتبقى صعبه جدا 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 بتاعه نادي الزمالك وبيراميدز. احنا عارفين الزمالك لسه خسران والكلام ده احنا قلناه، وكوف زيزو في مباراه بيراميدز هيأثر على اداء نادي الزمالك جدا جدا جدا، مع طبعا غياب فتوح عشان الاصابه بتاعته. فنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق، ونتمنى نشوف مباراه كويسه ما بين النادي الاهلي وما بين النادي المصري ان شاء الله. النهارده هتكون الساعه 7، وبكره مباراه الزمالك وبيراميدز. نتمنى نشوف دوري قوي، نتمنى نشوف معلنين كويسين في الدوري المصري، نتمنى نشوف حكام باداء كويس ويغيروا الفكره بتاعت الجماهير كلها عن الحكام المصريين. نتمنى نشوف رعاة جداد في نادي في الدوري المصري ان شاء الله باذن الله، ونتمنى ان احنا نشوف دوري كويس قوي، ونشوف اداء ولاعيبه كويسين، نقدر حتى نعوض الكلام بتاع الدوري السعودي والدوري القطري واحنا شايفين الدوريات دي بقى قويه جدا باللعيبه اللي بيضموها. فنتمنى ان شاء الله باذن الله الدوري المصري بتاعنا يكون على نفس المستوى. في النهايه بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وبشكركم على اهتمامكم بالمتابعه في الحلقه دي، واتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك عندي في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.